السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ النهارده هنتكلم عن تورنيدو الهلال دينامو السعودية، اللاعب الأهم في الكرة السعودية والخليجية بدون مبالغة، اللي بيحرك الهلال، الترس اللي بيخلي عجلة المنتخب السعودي تدور. لعيب المعلقين ما بقتش لاقي كلام عن الاجوان اللي بيسجلها ولا المهارات اللي بيعملها في الملعب. حريف، لعيب ومهاري، ستايل لعبه مش شبه أي حد في جيله، تحس إنه متربي في شوارع البرازيل، كفيل إنه يرقص ويعدي من أي مدافع. ولو مش مصدق كلامي روح شوف الهدف اللي جابه في النصر. شوف كاريو شوف الثعبان بيلعب الكرة إلى سالم يتقدم سالم في الجهة اليسرى، سالم عدى، سالم مر، سالم يا لعيب، وسالم يمر، هذا جنون. تعال اقول لك بقى مين التورنيدو ده. اسمه سالم بن محمد بن شافي آل سويلم الدوسري، من مواليد جده سنه 91. لعيب وفي نفس الوقت بيحب يفرح وينبسط كده ويبسط اصحابه. شخصيته مضحكه وبتحب الهزار، بيعمل مقالب في اصحابه وكلهم بيحبوه. شخصيه مش كئيبه يعني زي بقيه اللعيبه دلوقتي. سالم بدا مسيرته مع شباب الشباب في وجود المدرب الوطني نايف العنزي، ولم يسجل اي هدف. ثم تدرب في اكاديميه برشلونه لفتره محدوده من باب عشقه للكره، وبالمره هو بيطور من نفسه. واتدرب مع نادي الفيصل لمده اسبوع، وبعد كده كان ليه زميل اسمه ابراهيم عسيري خدوا النادي النصر، اتدرب معاهم يوم واحد. بعد كده بيروح النادي الهلال، تحس ان هو حبهم هم كمان حبوه. سالم لعب اول مباراه ليه مع الفريق الاول بالهلال امام النصر، وسجل الهدف الثالث بعد ما نزل من دكه بدلاء اخر 18 دقيقه علشان تبقى النتيجه وقتها 3-0. ولعب اول مباراه كامله مع الهلال كانت ضد الاهلي في جده، بس ما كانش احسن حاجه لان الزعيم وقتها خسر بهدف لصفر. بس ده ما منعش ان سالم يقدم مستويات لافته خلت الناس كلها تبص عليه وتشوف مين اللاعب الجامد ده، وده اللي خلى مدربه يديله اول فرصه هو ما صدق ومسك فيها. سالم في بدايته ساعد الهلال في الحصول على كاس ولي العهد 2012 للمره الخامسه على التوالي، عشان تيجي هيئه الرياضه السعوديه في الوقت ده كانت بتجهز لكاس العالم، وتعلن عن رحيل 9 لعيبه للدوري الاسباني والدوري للدرجه الثانيه الاسباني علشان يتطوروا من مستواهم، وكان من ضمنهم طبعا سالم الدوسري اللي انضم لفياريال في 21 يناير 2018 على سبيل الاعاره لمده 6 شهور، علشان في 2 فبراير يضم فياريال سالم الدوسري للمشاركه في الدوري الاوروبي قبل مواجهه ليون الفرنسي في الدور ال 32. وشارك الدوسري مع فياريال في الجوله الاخيره امام ريال مدريد بعد ما دخل كبديل في الشوط الثاني، وكانت النتيجه 2-0 علشان يقدم الدوسري لمسات ولا اروع ويساعد فريقه في احراز هدف التعادل وتنتهي المباراه 2-2. في نهايه الموسم بيرجع سالم للهلال مع بدايه موسم 2018 علشان تعلن تقارير محليه ان اداره الهلال تستعد لاعلان توقيع عقد جديد مع نجم الفريق سالم الدوسري يمتد حتى يونيو 26، وان اللاعب هيتقاضى 22 مليون في الاربع اعوام المتفق عليها مع النادي بواقع 14 مليون يورو في العام الواحد. كده يكون الدوسري اغلى لاعب في تاريخ كره القدم السعوديه. نيجي لمسيره سالم الدوليه. كاس العالم 2014 المدرب الهولندي فرانك ريكارد استدعى اللاعب سالم الدوسري للمنتخب السعودي علشان تصفيات كاس العالم 2014 علشان يسجل الدوسري هدف ولا اروع في اول ظهور ليه مع الاخضر السعودي ضد المنتخب الاسترالي. وللاسف الحلو ما كملش والسعوديه خسرت وقتها 4-2 وانتهت المباراه بخروج الاخضر السعودي من تصفيات المؤهله لكاس العالم 2014. نيجي لكاس العالم 2018. في 8 يناير 2019 لعب سالم اول مباراه ليه مع الاخضر السعودي في كاس اسيا 2019، وقدر انه يسجل الهدف الثالث في المباراه واللي انتهت بفوز الاخضر السعودي 4-0 علشان يبقى الدوسري خامس لاعب سعودي يسجل هدف في كاس العالم وكاس اسيا بعد كل من سعيد العويران وسام الجابر ويوسف السنيان وياسر القحطاني. نيجي لكاس العالم قطر 2022. شارك سالم الدوسري مع المنتخب السعودي وكان موجود ضمن القائمه النهائيه للمنتخب. وضد الارجنتين شارك سالم الدوسري في المباراه الافتتاحيه وسجل الهدف الثاني الاخضر السعودي في الدقيقه 52. نتكلم عن اهداف سالم الدوليه مع المنتخب السعودي. 29 فبراير 2012 سجل الدوسري ضد المنتخب السوري على ملعب ميلبورن المستطيل بتصفيات كاس العالم 2014. و23 نوفمبر 2014 سجل سالم ضد منتخب الامارات على ملعب الملك فهد الدولي في كاس الخليج العربي 2014. اما 8 يونيو 2017 سجل هدف ضد منتخب استراليا في اديلايد اوفال ضمن تصفيات كاس العالم 2018. اما عن 7 اكتوبر 2017 سجل هدف ضد منتخب جامايكا في مدينه الملك عبد الله الرياضيه، ودي كانت مباراه وديه. 15 مايو 2018 سجل هدف ضد اليونان في ملعب لا كاراتوخا باسبانيا، ودي برضه كانت مباراه وديه. 25 يونيو 2018 سجل هدف ضد المنتخب المصري في روسيا في كاس العالم 2018. اما 10 سبتمبر 2018 سجل هدف ضد بوليفيا في ملعب الامير فيصل بن فهد في مباراه وديه. وفي 8 يناير 2019 ضد كوريا الشماليه سجل الدوسري هدف على ارض ملعب مكتوم بن راشد بالامارات في كاس اسيا 2019. وفي 5 سبتمبر 2019 في مباراه وديه ضد مالي قدر برضه يسجل هدف في ملعب الامير محمد بن فهد. اما 10 سبتمبر 2019 في استاد البحرين الوطني ضد اليمن قدر يسجل هدف في تصفيات كاس العالم 2022 اسيا الجوله الثانيه. وانها ب 14 نوفمبر 2019 بملعب بختاكر ضد منتخب اوزبكستان سجل هدف في تصفيات كاس العالم 2022 في اسيا الجوله الثانيه. نتكلم عن انجازاته.
حقق كاس ولي العهد 4 مرات سنه 2012 2013 2016 2020، وكاس خادم الحرمين الشريفين مرتين 2015 2017، ومرتين كاس السوبر السعودي 2015 2018، والدوري السعودي مرتين في 2016 2018، ودوري ابطال اسيا مره عام 2019. كل دي انجازات سالم الدوسري. نهايه الكلام، سالم هو اللاعب الوحيد اللي محدش يتوقعه. الجماهير والكره معاه ما تخافش انها تخسر ببساطه، لانهم عارفين ان هم في امان، وهو راجل الاوقات الكبيره دايما بيكون حاضر في اي ماتش مهم، اللاعب اللي تعتمد عليه وانت عارف ان عمره ما هيخذلك ولا يخذل فريقه. ببساطه شديده سالم هو اهم لاعب في الكره السعوديه في العهد الاخير، ببساطه هو التورنيدو. اشوفك مع لاعب جديد، سلام يا صاحبي.